القرعة ستجرى يوم الأربعاء القادم في القاهرة. قرعة إيه؟ قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية. النادي الأهلي هيقابل مين؟ السؤال اللي طبعا كتير منكم هيسألوه. الأهلي لن يلتقي مع سان داونز لأن القرعة ما بتاخدش نفس الفريق اللي كان معاك في مجموعتك تاني. يبقى الأهلي يا يلعب مع الوداد أو الرجاء في المغرب. هيلعب الذهاب فين؟ هيلعب الذهاب في القاهرة. اللائحة بتقول انه التاني بيستضيف مباراة الذهاب على ملعبه، اللي بيبقى متصدر بيستضيف العودة على ملعبه، وبالتالي يبقى الأهلي يبدأ يا إما الوداد يا إما الرجاء أو الترجي الرياضي التونسي. مباراة الذهاب هتكون في 21 إبريل غالبا في القاهرة. مباراة العودة هتكون في الدار البيضاء أو تونس. خلاص مفيش مفر آخر، يا في الدار البيضاء يا في ملعب برادس تونس العاصمة. طيب فنيا مين الأفضل للأهلي؟ ده اللي هتكلم فيه بقى مع الكابتن أشرف الموجي. هل الأفضل للأهلي الوداد ولا الرجاء ولا الترجي؟ ترتيبهم فنيا. أنا سألت، كان معايا أول امبارح لو تفتكروا حضراتكم، كان معايا كابتن عاطف عطية، وعاطف عطية محلل متميز وكان لاعب سابق في فرق ناشئين في الأهلي، وسألته نفس السؤال أي الفرق الأفضل لمواجهة الأهلي؟ فقال لي الرجاء. الرجاء هو الأفضل لمواجهة الأهلي من بين هذه الفرق في الدور التالي. فيبقى كده الأهلي هيلتقي مع إحدى الفرق اللي احتلت مقدمة المجموعات، اللي هي الوداد أو الرجاء أو الترجي الرياضي التونسي. طيب القبائل مثلا، وهو تاني المجموعة، يلتقي مع سان داونز أو مع الرجاء أو مع الترجي. سيمبا يلعب مع سان داونز أو الوداد، أو الترجي بوزداد يلعب مع الرجاء أو سان داونز أو الوداد. يبقى تاني، يبقى الأهلي هيلعب في المغرب يا يلعب في تونس. خلاص ما فيش حل آخر. الذهاب فين؟ الذهاب في القاهرة. العودة فين؟ العودة خارج القاهرة. سان داونز عنده مشكلة كبيرة جدا. سان داونز دايما يبدأ بدايات رائعة، وفي الدور التمهيدي نتائج وسكور عالي جدا. دوري المجموعات نفس الشيء، وبدءا من الدور ربع النهائي او الدور نصف النهائي بتلاقوا فريق تاني خالص، خاصة لما بلتقي مع الفرق المغربية. هو حظه سيء جدا مع الفرق المغربية. سان داونز لحسن حظه لن يلتقي مع الفرق المغربية. سان داونز يلعب مع القبائل، يا سيمبا يا بلوزداد. الوداد امبارح رغم انه كان يعني المباراة خلاص ضمن التأهل، بس الحقيقة فاز، وفاز 3-0 فوز كبير. القبائل يشكر ان هو يعني تقدم في المجموعة على بيترو اتلتيكو، كل الترشيحات كانت لبيترو اتلتيكو. سان داونز والاهلي كانت ترشيحات من البداية لسان داونز والاهلي، ولكن الهلال عمل جيم اكثر من رائع الحقيقة. الرجاء وسيمبا كان المتوقع من البداية. الترجي وبلوزداد كان متوقع بنسبة كبيرة. اللي متابع طبعا الزمالك وتراجع مستواه بالاضافة للاستغناء عن عدد كبير من النجوم المؤثرين، كان مدرك انه صعب انه الزمالك، حتى لو كان الزمالك تأهل كان لن يكمل المسيرة. القرعة هتتعمل الساعة كام تحديدا؟ 8:30 يوم الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة. يبقى الذهاب يوم 21، العودة 29، والأهلي هيلعب مباراة العودة خارج ملعبه في المغرب أو في تونس، هنعرف. وزي ما قلت هنتكلم مع الكابتن أشرف الموجي في هذا الموضوع. نيجي لمباريات الكونفدرالية. النهاردة في كل المباريات بتتلعب، وفي مجموعات خلاص يعني حسمت، زي المجموعة الثانية اسيك وريفرز يونايتد النيجيري دول التأهلة. ولكن المجموعة الثالثة مجموعة مشتعلة جدا. كارا التوجولي بيلعب الجيش الملكي. انا برشح الجيش الملكي، واعتقد ان هو الاقرب للصعود في الفرق الثلاثه زي ما قلت لكم من قبل ما تتلعب المباريات. خلينا نبدا مع حضرتك. طرحت سؤال في البدايه مهم جدا. تأهل 8 فرق. تمام. هفكر مع حضرتك تاني. الوداد والقبائل من المجموعه الاولى. تمام. سان داونز والاهلي المجموعه الثانيه. الرجاء وسيمبا المجموعه الثالثه. الترجي وبلوزداد المجموعه الرابعه. الاول في القرعه هيلتقي من احدى التواني. ايوه. ده من خلال القرعه والاول ما يقابلش نفس اللي في مجموعه تاني. يعني الاهلي وسان داونز لا يمكن. ما خلاص النادي الاهلي تجنب اللعب مع سان داونز لانه كان معاه في المجموعه. يبقى الوداد والرجاء والترجي. 3 فرق اللي حضرتك قلتهم اللي هم الترجي والوداد والرجاء. انا شايف ان النادي الاهلي رقم 1 انه يلاعب الرجاء.
لانه الرجاء هو اقل ثلاثه، الاقل في الثلاثه، وده اللي حصل السنه اللي فاتت للاهلي. يعني الاهلي في القرعه طلع له، كان الرجاء وكان ساعتها وقتها كان اقل. طيب انت شايف انه الرجاء، شايف ان الرجاء يبقى نمره 1 للنادي الاهلي، ونمره 2 الترجي، لان انا شفت الترجي يمكن يعني التغلب عليه، الترجي يمكن التغلب عليه. لكن انا بجنب عمليه الوداد لانه له حظ كبير شويه على النادي الاهلي. خلينا نرجع تاني للقرعه اللي هي يوم الاربعاء. قلت هيبقى دوري الابطال والكونفدراليه الفرق الثمانيه، هتعمل قرعه. انت قلت لي انه الوداد من وجهه نظرك في المستوى الاول هو الاعلى. على اي اساس بتحط الوداد رقم 1؟ اولا الوداد الحقيقه على ضوء مباراه امبارح لو كنت تابعتها. الحقيقه انا ما تابعتش المباراه لان كان في مباريات كتير جدا بتابعها. لكن وكان شاغلني جدا. كسبوا القبائل 3-0. نادي الوداد الحقيقه من خلال مباراتك اللي قبل كده انا بعتبره يعني سان داونز والوداد والنادي الاهلي والترجي هم اقوى 4 فرق في افريقيا بمنتهى الامانه وبمنتهى الحياديه وبمنتهى الوضوح كمان عشان نبقى واضحين يعني. فيرقص هذا الاداء مع التباين في المستوى قد يتفوق سان داونز في بعض الاحوال، ولانه امبارح كسبان في الدقيقه الاخيره وكسبان القطن اللي النادي الاهلي مديله 4 مع الرأفة. يعني المباريات برضو بتثبت ان مش في كل مباراه انا ثابت على مستوى، لكن اللي ثابت على مستوى هو ده اللي بتكلم فيه بقى. الوداد ثابت على مستوى واحد، تيم بطوله، تيم عنده جمهور يحرك الحجر، تيم عنده مجموعه من اللعيبه تقدر تصنع الفارق، تيم كمان يقدر حصل العام الماضي على البطوله فهو الليدر، وهو معاه وليد الرجراجي. وطبعا كان معاه وليد الرجراجي. فطبعا انا بقول ان الوداد تيم كبير. عارف مين مدرب الوداد دلوقتي ولا لا؟ لا.